من أكتر الوصفات اللي طلبتوها وصفة حلاوة الجبن. بدنا نعملها بطريقة جدا ناجحة. بضيف المي والسكر لحد ما يغلي معي المي وتذوب السكر نهائي. بضيف كمية السميد وببلش أحرك مشان ما يصير عندي تكتلات لحد ما السميد ياخد كمية المي. بطفي عليها وبتركه يرتاح 10 دقايق. بعد 10 دقايق بضيف الجبنة وببلش أحركها تحريك بشكل دائري. إذا لقيت الجبنة بتعذبني وما بتذوب بشغل النار على درجة كتير هادية وببلش أحرك. بلاحظ الجبنة صارت تذوب معي وبلشت تعطيني الشطة اللي أنا بدي إياها. بطفي النار وبضل أحرك لحد ما تختفي عندي الجبنة على الآخر. هلأ بضيف معلقة ماء زهر. ماء زهر اللي بيستخدمه الأحلام كتير زاكي لحلاوة الجبن. بخلطها وهيك بتكون جاهزة. هلأ بحط معلقة سمنة وبحط عليها خليط حلاوة الجبن وبلش أفردها مثل ما شايفين مشان تاخد كلها من معلقة السمنة اللي أنا حطيتها. بصير أعجنها بهالطريقة. هلأ بكورها وبتصير عندي جاهزة للشغل. بحط قطعة نايلون على الخامة أو المجلة اللي عندي وبغطيها كمان بكيس نايلون وبفردها بالشوبك بالسماكة اللي بتحبوها. هلأ بعد ما فردتها بالسماكة اللي أنا بحبها تلاحظين كيف صارت معي هيك صارت جاهزة للحشو. ببلش أحشيها على شكل طولي اسطواني. بنحط كمية الحشو اللي بتناسبنا وببلش ألفها رولات. طبعا رولات كبيرة صغيرة حسب ما انتو بتحبوه وبنقطعها. فينا إذا بنحب نخليها بلا حشو. طبعا للناس اللي ما بتحب القشطة فينا نخليها بلا حشو وفينها نعملها كلها بحشوة مثل ما نحن بنريد. هلا بقطعها وبعمل باقي الكمية. متلاحظين الشغل فيها صار كتير سهل وإن شاء الله ما بتعذبكن أبدا. بقطعها ومثل ما شايفين صارت عندي جاهزة. بنحط لها الفستق الحلبي وبنقدمها. وألف صحة وعافية على قلوبكن. بتمنى دعمكن لقناتي وأهلا وسهلا فيكن.